في شاب عنده 20 سنه هيبعد عن الكلام ده بسهوله وهو لاقيه قدامه سهل. صح. يعني حاجه قدامك اللحم سهل. مرمي، هتجري وتطرح ايوه انا بكلمك بصراحه. ما هي الحاجات دي هتضرك يا خالد. طب هم ليه بيعملوا كده معانا؟ هم ليه بيعملوا طب كده؟ احنا عايزين ننصحهم، يعني احنا عايزين قول ننصحهم. لهم انت بقى كلمتين، قول لهم انت كلمتين، قول لهم. والله بص يا حبيب قلبي، عموما بص يا جماعه، اخطر معصيتين يدمروك، اي راجل يدمروك، اخطر ذنبين يدمروك، النسوان والمخدرات. في واحده بتقول لو انت لسه ما بلغتش. طب بص بقى، انا سيبك من اللي يقول، انا يا جماعه بقول لكم بقى. حاجتين والله العظيم. اخطر حاجتين يدمروا البني ادم المخدرات والنساء. مشيت في سكه النساء والمخدرات يعوض عليك ربنا. صح. تمام. طب انا ربنا اصلا قال لي، ما هو الشيطان مش عبيط، لا الشيطان ناصح. ربنا قال لك ايه؟ ولا تتبع خطوات الشيطان. يعني ايه ربنا قال لك ما تتبعش خطوات الشيطان؟ تمام. انت بقى ده بنتي دي عندي في الليفت، بقى هدخل اكلمها، طب انا ابعت لها رساله، تبدا تكلموا بعض، بعد كده تقابلوا بعض وكل سنه وانت طيب. صح ولا غلط؟ صح. بس انت بعد اذن حضرتك عايزين ننصح اخواتنا البنات اللي هم يعني لما ولد مثلا يكلمهم ويحاول يكلمهم في حاجه مش كويسه هم يصدوه مثلا. هو انت ولا تكلمك، اي انت ولا تكلمك ما تكلموش ولا ترد عليه اصلا. بس اقسم بالله. ما هو ربنا قال لك ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اما انا ذات نفسي انا اقسم بالله العظيم يا شباب، اعوذ بالله من كلمه انا، يعني انا والله العظيم قافل البرايف. على فكره بيتريقوا علينا في بيتريقوا وكتاب لنا في الكومنتات عندنا. يعني بص، واحده بتقول لي زي اللي حصل دلوقتي يا لؤي، واختنا الكبيره بعت لنا دي اختها بتقول لي الله عليكم. فاهم؟ اللي الكومنتات، بص يا صاحبي اللي بيسحبك للحاجات دي تعتبر شياطين. يعني البنات اللي احنا نعرفها دول شياطين؟ ده اخطر من الشياطين. ايوه اقسم حسبي الله بالله. ونعم ايوه الوكيل جدع، فيكم. ايوه اقسم بالله. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. والله يا بنت هتكلمني تاني اعمل لها بلوك. والله بص، وخلي بالكم يا شباب، والله يا جماعه، كل معصيه بتعملها مع بنت قبل الجواز هتدمرك بعد الجواز. خلي بالكم. ماشي يا اغلب الطلاقات او اغلب الانفصال او اغلب الفساد اللي بيحصل في البيوت بسبب ذنوب اللي قبل كده. ايوه صح. انت اقول لك اللي بيحصل ايه؟ أيوة. اللي بيحصل يا شباب، اللي بيحصل، انا دلوقتي مشيت مع بنت والبنت كانت ماشيه مع واحد واتجوزنا. انا ما مش احنا الاثنين بنتجوز من الاخر، يعني نادر لما حد بيمشي مع بنت بيتجوزها. يقول لك أيوة لا انا نقي، يقول لك انا نقي المحترمه، انا نقي ايه البنت كويسه. فايه اللي بيحصل؟ بتتجوز وانت بتتجوز. بقى اللي بيحصل، انت دلوقتي طبعا هتلاقي زوجتك اللي انت بتتجوز. بس يا جماعه الزواج حاجه والمشي مع البنات حاجه. الزواج ده الزواج ده انت بيبقى فيه مسؤوليه، بيبقى فيه بقى هي بتشوفك على طبيعتك، انت بتشوفها على طبيعه، ضغوطات المال، انت فاهمني؟ فبتلاقي فيه خلافات. اما بقى الامر الثاني اللي هو ايه؟ الحب، او واحده بحبها، انتوا بتقابلوا بعض تكلموا بعض، فده مش اسمه حب اصلا. تمام. الامر بقى في ايه؟ دلوقتي انا بقى لقيت زوجتي زعلتني، مراتي يعني زعلتني. تمام. ونفس النظام البنت لقيت مين هو زعلها. بنعمل ايه بقى؟ روح الشيطان موسوسك يقول لك يا عم ترجع لحبيبك، ارجع لحبيبه القلب. وهي برضه نفس النظام، ترجع لحبيب القلب. تقوم انت بقى اللي يحصل ايه؟ انت تكلم بنت القديمه وهي تكلم الراجل القديم، ويعوض ربنا بقى على الجواز. وده اللي بيحصل يا شباب، اقسم بالله ده اللي بيحصل. اما انت عايز بقى الكلم اللي تحن عليك وهي نفس النظام، انت بقى من الخصمين. للاسف الشديد، فاي ذنب بتعمله قبل الجواز بيدمرك، بالذات في موضوع النساء ده يا جماعه. وكتاب ربنا انا مبسوط ان انت موجود معانا، وكتاب ربنا والله العظيم انت بجد ومصحف يعني. ربنا اول مره اخش مع شخصيه يعني محترمه كده. انا اول مره افتح اصلا، اول مره اخش مع حد. والله ربنا يبارك لان فيك. اللايفات كده ربنا كلامك ده خلاني عرفت انت ناس. شيخ محترم وراجل محترم وقد الدنيا كلها، اقسم بالله انت راجل قد الدنيا كلها. الله يبارك فيك يا شباب، انتوا اللي متشرف قوي، يعني انا متشرف قوي بمعرفتي بحضرتك قوي قوي قوي. ربنا يوفقك والله، وانتوا شباب زي العسل والله.